أوقاتكم أينما كنتم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يبعث بخطاب إلى رئيس حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وزير وزارة التربية والعلوم يلتقي بمندوب الأمم المتحدة في صوماليلاند. وزير وزارة الصحة ومشاركته في اجتماع موسع. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه أبرز عناويننا وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. بعث اليوم رئيس الجمهورية فخامة موسى بيحي عبدي بخطاب إلى رئيس حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. بعث اليوم رئيس الجمهورية فخامة موسى بيحي عبدي بخطاب إلى حكومة ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جون بايدن، مفادها أن صوماليلاند دولة ذات سيادة ويجب التعامل معها على هذا الأساس. هذا ما جاء في التقرير الذي بثته وكالة الأنباء الوطنية صولنا. تطرق فخامته خلال هذا اللقاء إلى المراحل المتعددة التي مرت بها صوماليلاند منذ تأسيسها، والعقبات التي واجهتها بمفردها دون أي مساعدات من المجتمع الدولي. وحث فخامة رئيس الجمهورية من خلال هذا الخطاب رئيس الأمريكي جون بايدن بالتعامل مع القضية الصوماليلاندية بكل حيادية. هذا كما أشار إلى أنه يجب أن تختلف السياسة الخارجية الأمريكية عما كانت عليه في السابق بشأن صوماليلاند وحكومتها. هذا كما أضاف إلى أنه كما عين الرئيس جون بايدن مفوضين إلى منطقة القرن الأفريقي يجب أن يراعي فيها التكاتف والعمل معا لإيجاد مناخ ديمقراطي. وأشار إلى التطور والتنمية في ميناء بربراء الساحلي. كما تطرق إلى الدور التي يمكن أن تلعبه صوماليلاند في التقى اليوم وزير وزارة التربية والعلوم بجمهورية صوماليلاند وبرفقته عدد آخر من المسؤولين. التقى بمفوض الأمم المتحدة في صوماليلاند. التقى اليوم وزير وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية صومال معالي أحمد محمد ديرية وبرفقته عدد من مسؤولي الوزارة. التقوا بمندوب الأمم المتحدة لدى صوماليلاند وصومال السيد نيكولاس. وهدف هذا اللقاء للتناقش والتباحث حول كيفية تقوية مشاريع المشتركة وتبادل الخطط والاستراتيجيات الحديثة لرفع مستوى التعليم بالدولة. وعقب انتهاء اللقاء تحدث لوسائل الإعلام المحلية مدير عام وزارة التعليم بكلمة أشار من خلالها إلى أهمية النقاط التي تم تداولها خلال هذا اللقاء، والذي تركز حول التباحث حول الحالة التعليمية بالبلاد، بما أنهم هم من ضمن الممول الرئيسيين للتعليم. قدموا لنا استبيانا عن المساعدات التي يقدمونها لصوماليلاند والتي سنعمل عليها معا للوصول إلى النجاح. شارك اليوم مدير العام بوزارة الصحة بجمهورية صوماليلاند في اجتماع موسع. شارك اليوم مدير عام بوزارة الصحة الدكتور حرقي وبرفقته مسؤولي إقليم سول. شاركوا في اجتماع تم التناقش من خلاله عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن للجنة مكافحة مرض كوفيد-19 لإقليم سول. هذا وتحدث في بداية هذا الاجتماع أحد مسؤولي اللجنة بكلمة أشاروا من خلالها إلى أهمية هذا الاجتماع، والذي تبادلنا من خلاله معلومات وإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة مرض كوفيد-19 وعقبات التي واجهتنا. هذا كما تحدث عدد المسؤولين المشاركين بهذا اللقاء. عدد المسؤولين المشاركين بهذا الاجتماع بكلمة شكروا من خلاله وزارة الصحة ولجنة مكافحة مرض كوفيد-19 بالإقليم على مجهودات التي قاموا بها خلال 6 أشهر الماضية. وفي الختام تحدث هناك مدير عام وزارة الصحة بكلمة أشار من خلاله إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات لتكاتف لوضع خطط فعالة لمواجهة هذا المرض الخطير. استقبلت اليوم السيدة أدنى آدم في مطار عقال الدولي عدد من الأطباء العاملين لدى المستشفى أدنى الصحي. استقبلت اليوم دكتورة أدنى آدم بمطار عقال الدولي فريق من الأطباء الذين يعملون بمستشفى أدنى آدم. هذا ولدى وصولهم تحدثت لوسائل الإعلام المحلية بكلمة تطرقت من خلالها إلى الصعوبات التي واجهتهم لدى عودتهم إلى أرض الوطن، والذين كانوا بدورة تدريبية بدورة كينيا وعادوا عن طريق مطار مقديشو، بحيث واجهتهم هناك عراقيل وصعوبات أدت إلى حجزهم لساعات بأرض مطار مقديشو بدون أدنى سبب، وهذا يخالف القانون والشروع الدولية. وهذا إن دل على شيء يدل على عدم إلمامهم بأي قوانين دولية.
أعزائنا المشاهدين، كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة، وحتى نلقاكم في نشراتنا القادمة تقبلوا تحياتي أنا فردوس حسن ومن فريق العمل، ودمتم في رعاية الله وحفظه.